أصدقائي الرياضيين، السلام عليكم. إليكم برنامج الدورة 21 من الدوري الاحترافي المغربي بطولة برو إنوي موسم 2022-2023. التاريخ والتوقيت. يقص شريط هذه الدورة بمباراة اتحاد الرياضي توارقة حسنية أكادير يومه الأحد 2 أفريل. يوم الاثنين 3 مباريات: اتحاد طنجة الفتح الرباطي، الدفاع الحسني الجديدي يستضيف المغرب التطواني، ثم المولودية الوجدية تستقبل أولمبيكا سافي. يوم الثلاثاء مباراتين: نهضة بركان الشباب الرياضي السلمي ويستضيف أولمبيك خريبكا المغرب الفاسي. يوم الأربعاء ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد. ثم تنتهي الدورة بمباراة الجيش الملكي شباب محمدية يوم الخميس 6 أفريل. كل المباريات تجرى على الساعة 10 ليلا. حصيلة الفرق المتبارية في 20 دورة السابقة: المباراة الأولى اتحاد الرياضي توارقة حسنية أكادير. يحتل اتحاد توارقة المرتبة الثامنة ب27 نقطة، 7 الانتصارات، 6 التعادلات، 7 ديال الهزائم. سجل هجومه 18 هدف واستقبل دفاعه 21 هدف ناقص 3. حسنية أكادير في المركز الرابع عشر ب20 نقطة، 5 الانتصارات، 5 التعادلات، 10 الهزائم. سجل هجومه 16 هدف واستقبل دفاعه 22 هدف ناقص 6. المباراة الثانية اتحاد طنجة الفتح الرباطي يوم الاثنين 3 أفريل. يحتل اتحاد طنجة المرتبة 16 ب8 ديال النقاط، من 2 ديال الانتصارات، 2 تعادلات، 16 الهزيمة. سجل هجومه 9 أهداف واستقبل دفاعه 32 هدف بفارق 23 ناقص 23. الفتح الرباطي المركز الثالث ب38 نقطة، 10 انتصارات، 8 تعادلات، 2 ديال الهزائم. سجل هجومه 23 هدف واستقبل دفاعه 10 الأهداف زائد 13. الدفاع الحسني الجديدي المغرب التطواني، المقابلة الثالثة يوم الاثنين 3 أفريل. يحتل الدفاع الحسني الجديدي الرتبة 12 ب21 نقطة، 5 ديال الانتصارات، 6 التعادلات، 9 الهزائم. سجل هجومه 18 هدف واستقبل دفاعه 28 هدف ناقص 10. المغرب التطواني في المركز الحادي عشر ب22 نقطة، 4 ديال الانتصارات، 10 ديال التعادلات، 6 ديال الهزائم. سجل هجومه 21 هدف واستقبل دفاعه 27 هدف أي ناقص 6. المولودية الوجدية أولمبيكا سفي يوم الاثنين 3 أبريل. يحتل المولودية المرتبة الثالثة عشرة ب20 نقطة، 5 ديال الانتصارات، 5 التعادلات، و10 الهزائم. سجل هجوم المولودية 22 هدف واستقبلت شباكه 25 هدف بفارق ناقص 3. أولمبيك أسفي يحتل المرتبة الخامسة ب30 نقطة، 7 ديال الانتصارات، 9 التعادلات، و4 ديال الهزائم. سجل هجومه 22 هدف واستقبل دفاعه 19 هدف بفارق زائد 3. نهضة بركان الشباب الرياضي السلمي يوم الثلاثاء 4 أفريل. يحتل النهضة المرتبة السادسة في جدول الترتيب العام ب29 نقطة، 7 ديال الانتصارات، 8 التعادلات، و5 ديال الهزائم. سجل هجومه 19 هدف واستقبل دفاعه 20 هدف بفارق ناقص 1. الشباب الرياضي السلمي يحتل المرتبة التاسعة ب25 نقطة، 6 انتصارات، 7 تعادلات، و7 الهزائم. سجل هجومه 20 هدف واستقبل دفاعه 22 بفارق ناقص 2. أولمبيك خريبكا المغرب الفاسي يوم الثلاثاء 4 أفريل. يحتل الأولمبيك الرتبة الخامسة عشرة ب15 نقطة، 2 انتصارات، 9 تعادلات، و9 الهزائم. سجل هجومه 14 هدف واستقبل دفاعه 22 هدف بناقص 8 أهداف. المغرب الفاسي يحتل المرتبة السابعة ب28 نقطة،
6 الانتصارات، 10 تعادلات و4 هزائم. سجل هجوم الماس 21 نقطة واستقبل دفاعه 17 الهدف بفارق زائد 4. يوم الأربعاء 5 أفريل ديربي البيضاء بين الرجاء والوداد. يحتل الرجاء المرتبة الرابعة، تأتى له ذلك من 9 الانتصارات، 6 تعادلات، 5 ديال الهزائم، 33 نقطة. سجل هجوم الرجاء 23 هدف واستقبل دفاعه 15، أي بفارق زائد 8. الوداد البيضاوي يحتل المركز الثاني ب 42 نقطة، 12 انتصار، 6 تعادلات، 2 هزائم. سجل هجوم الواك 28 هدف واستقبل دفاعه 14 الهدف، أي بفارق زائد 14. المقابلة الأخيرة يوم الخميس 6 أفريل بين الجيش الملكي وشباب المحمدية. يحتل الجيش الملكي الرتبة الأولى ب 44 نقطة، ب 13 انتصار، 5 تعادلات وهزيمتين. سجل هجوم الجيش الملكي 36 هدف واستقبل دفاعه 12، أي بفارق زائد 24. الشباب المحمدية يحتل الرتبة العاشرة ب 24 نقطة، 6 انتصارات، 6 تعادلات، 8 الهزائم. سجل هجوم الشباب 17 الهدف واستقبل دفاعه 21 ناقص 4. والسلام عليكم.